وصفتنا النهارده بقى وصفة من وصفات زمان القديمة قوي، اللي افتكرتها كده وقلت ايه يعني عايزة أكلة حرشة تفتح النفس، أكلة موفرة جدا، أكلات آخر الشهر اللي هي مش هتكلف أكتر من 10 15 جنيه وتأكلي أسرة، غدا الأسرة كاملة. مش عايزين كده غير شوية عيش حلوين مع حبة مخلل واديها بقى. شكشوكة الفول فعلا من الأكلات اللذيذة قوي قوي قوي، بس هي أكلة سبايسي، لازم تكون كده أكلة سبايسي كده، والشطة فعلا والفلفل بيديها طعم حلو قوي قوي. يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم قولوا لي انتوا بتسموها ايه في بلدكم، لان انا او احنا عندنا بنسميها شكشوكة الفول، انا مش عارفة انتوا بتسموها. هي دي مش الفولية على فكرة، مش الفول المقلي، لا، لان ليها تكنيك مختلف، لا بحط لها رز ولا بحط لها لسان عصفور، بالعكس انا بحط لها حبة دقيق، يعني التكنيك بتاعها مختلف. اتمنى ان هي تعجبكم، شوفوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه، واذا كان اول مرة تشوفوها. عندي هنا زيت سخن على النار، هنزل عليه ببصلايه كبيره. الشكشوكه بتحتاج بصل كتير. احمر البصلايه لغايه ما يبقى لونها ذهبي، مش عايزاها فاتحه، لا انا عايزه لونها يعتبر الى حد ما غامق. مش هطول عليكم بقى، هحمر البصله وبعدين ايه ارجع لكم. كده وصلت للبصل اللون اللي انا عايزاها، هحط لها واحده مرقه خضروات، وهحط لها كمان نص معلقه صغيره كمون، وهحط لها كمان معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، واديها تقليبه لغايه كده ما ريحه ايه الكزبره والكمون تطلع. هنزل بعد كده عليها بايه بعصير الطماطم. اسيبها بقى تتسبك كويس مع بعضيها بسكر قليلين عشان تعادل حموضه الطماطم. فص توم مفروم، وممكن تستغني عنه لو مش حابه ريحه التوم فيه، ممكن ما تحطوش، عشان هو اسيبهم بقى يتسبكوا كده كويس مع بعض. بعد ما اتسبكت احط لها كوبايه من الميه واسيبها ايه تغلي. كده هتحتاج حبه ميه كمان، احط لها حبه ميه كمان. انا قبل ما ابتدي خالص في تجهيز الشكشوكه كنت جبت فول من الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعميه، جبت كوبايه مج اللي هو مج الشاي العادي. هغسله وهنقعه. طبعا هو الافضل للشكشوكه او لاي حاجه من الاكلات الصيامي اللي بعملها بالفول، ان بعملها بالفول النابت المفصص اللي كنت عملته معاكم قبل كده في وصفه الملوخيه بنابت. بصراحة بتدي نتيجة أفضل كتير، بس لأنها مش متاحة عند ناس كتير ويمكن بتاخد وقت، فقلت النهاردة أنا هعمله لكم بالفول المدشوش. لكن بصراحة بالفول النابت، الفول اللي بننبته زي اللي هو بتاع شوربة الفول النابت العادي، بعد ما بننبته ونفصصه بيدي نتيجة أفضل. لكن لأنه مش متاح فأنا هشتغل معاكم النهاردة بالطريقة دي. أنا جهزت الفول ده قبل ما ابتدي فيه طبيخ الشكشوكة بحوالي ساعتين. جبت الفول غسلته ونقعته في مية دافية حوالي ساعتين قبل ما ابتدي أطبخ. كده التسبيكة بتاعتي خلاص بتغلي، أنزل فيها بقى بإيه بالفول المغسول والمنقوع. هنزل عليه، هسيبه بقى لغاية ما يستوي حوالي 80% سوا، ونشوف هنعمل ايه. عندي هنا معلقتين من الدقيق، هحط عليهم مية واعملهم عجينة زي عجينة الكريب، يعني على قد بقى ما ياخدوا مية، يعني ملهاش معيار معين. يعني تقريبا هاخد بتاع ايه اقل من ربع كوباية مية مثلا، او ربع كوباية مية. بس كده، كده خلاص استوت تمام. هنزل عليها بفلفل، هنزل كمان عليها بشطة. مهم جدا ان هي تبقى سبايسي، الاكلة دي ما تنفعش الا انها تكون سبايسي، يعني الناس اللي مش بتحب الاكل حراق لا مش هتنفع. بعد كده انزل بالدقيق اللي عملناه،
ممكن ماخدوش كله، يعني هو كده كفاية. واسيبها بقى تغلي غلوة عشان الدقيق ده يستوي، وكده تبقى تمام. ونغرفها.